السلام عليكم اخواني، حياكم الله اينما كنتم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه اخبار وتحليل المباريات. نشوفوا الاعلام المصري اشنو قال على المنتخب المغربي ومقارنه مع المنتخبات العربيه الافريقيه منهم تونس والجزائر ومصر، وكذلك نشوفوا اشنو قال على الناحي ولاعبين المنتخب المغربي واشنو قال على مباراه تنزانيا والمغرب. يا الله نشاهدوا الفيديو ونشوفوا من بعد. ما تخرجوش علينا بالاشتراكات ديالكم باش توصلوا بكل من هو جديد. التأثير البدني الكبير جدا اللي حصل لنا. وعلى فكره اغلب المنتخبات يعني دايما احنا كنا متعودين احنا بنتكلم عن نفسنا بس ان الرطوبه وبتاع بس انت لما تيجي تشوف اغلب اللقاءات، لا اغلب اللقاءات يعني تونس الشوط الثاني برضو اتدمرت، شحروا الجزائر يعني اتدمرت. نفس القصه. مين ما عملش كده؟ المغرب. هم تعبوا بس ذكاء استخدام اللعيبه. أيوة. وازاي اللعيبه بذكائها قدرت تتحكم في سير اللقاء. صحيح. امتى نرخي وامتى نشعلل الدنيا ونهاجم ونعمل ضغط عالي ونفوق، ويبقى امتى بنستغل الماتش ان احنا ما نتعبش قوي هنا، وامتى الراجل يبدل، امتى الراجل يقدر ان هو ينزل بلعيبه صغيره يستغلها بعد ما ضمن نتيجته. شباب بيفكر لقدام. صح. فقال لك انا هرمي شابين في الدقيقه 91، مش فاكر اساميهم يعني، بس شباب صغيره نزلوا مع المغرب. ايه ده ايه وننزل لك بقى الشوط في اخر الشوط ببوفال. واحد زي بوفال ما قعده لك بره ينزل يشعل الدنيا في اخر، عايز يدوس، عايز يكسب 3، مش مستكفي ان هو واحد ونام واستقل بالخصم. فالمغرب بصراحه مثال لكل المنتخبات العربيه. لا المغرب محتاجه شويه كلام، في شغل جامد. لا في شغل جامد. افكر اسمي انا الفقرات اللي هو افريقيا. ما عرفتش ابقى كريتيف. المغرب قول لنا المغرب بقى رايك فيها ايه؟ والنهارده دخلت عارف انت ابراهيم الابيض. ايه يا عم انا رابع كاس العالم يا عم. بص المغرب يعني مش مفاجاه، المغرب عملت الطبيعي. ايوه المغرب عملت العادي اللي المفروض يحصل، اللي المفروض مصر كانت تعمله، اللي المفروض تونس كانت تعمله، اللي المفروض الجزائر كانت تعمله. يمكن من الحاجات اللطيفه ان ابرز منتخب عربي بعد المغرب موريتانيا. بانه خسر في اخر دقيقه بس قدم مستوى والله كان مفاجاه بالنسبه لي. صح. المغرب فريق في مستوى اخر حقيقي، منتخب مرعب ومرعب لان دايما كان عندهم لعيبه مرعبين، ولكن لما ينسجموا مع بعض ويلاقوا التوليفه الصح مع الركراكي فشيء يخليك اكيد بلا شك تحطهم رقم واحد قبل ما يلعبوا النهارده. عارف لما تعمل فنجان قهوه يبقى مظبوط على الشعره بالظبط، هم بالظبط كده. هم تحس ان هم عارف انت بيفكروني بمنتخب مصر في 2008 اللي هو كل حاجه في مكانها. صح. المدير الفني في اعلى درجات التوفيق، اللعيبه كل واحد في اعلى مستوى فردي ليه، جماعيا مميز جدا. في جماعيا هم جامدين جدا. طبعا منتخب تنزانيا مش هو المقياس بس الفريق بيبان يعني الجماعيه بتاعت الفريق. وخلي بالك ما كانش مقياس موزمبيق ولا انجولا ولا ناميبيا، دول مش مقياس برضه، بس انت وقعت قصادهم لانك ما احترمتش الخصم، لانك ما اديتلوش حقه. صح. لان انت ما استغلتش البوتنشال بتاعك. كل ده عملت عكسه المغرب. شافتك غير انهم كانوا اكيد محضرين كويس جدا، لقوا الناس بتتقرص من ودنها قرصه من منتخبات صغيره، نزلوا جديين جدا، نزلوا مركزين جدا، نزلوا باداء. هم في كاس العالم في 2022 لسه بنفس النسخه، عارف الفيرجن ما اتغيرش. 9 لعيبه من القوام الاساسي موجودين، انا حافظهم، انت شايفهم، انت عارفهم، انت شجعتهم كتير. ايوه صح. انت ارتبطت بيهم. فتحس ان بقى في حاله وراهم، مش بس عشان المغرب دولة شقيقة، لا انت كمان عشان هم شرفوك. صح. هم حسسوك ان انت فعلا بتشجعهم وماشي وراهم في كاس العالم، فانت خلاص بقيت مرتبط بالجيل ده. اكيد بقى عنده هو كمان مسؤولية ان انا لا هفوز بالبطولة وقتي. انت عارف بقى ان الحتة اللي انت بتقولها دي باينة قوي في ايه؟ في تصريحات أناحي. اوكي. يعني تصريحات أناحي كلنا ماشي يا عم أناحي، ماشي يا عم احنا الكبار وهنفوتها يا عم. صح. لان احنا لسه كنا من كام شهر كلنا كله ورا منتخب المغرب، حتى الجماهير المغربيه نفسها في بعض او جزء كبير منها غلطوا أناحي نفسه. يا عم انت ما شفتش الناس دي عملت معانا ايه؟ ده كانوا فرحين لنا. يعني تحس برضو احنا لسه المغرب بالنسبه لنا باللي عملته في كاس العالم يا عم ماشي هنعدي لك دي يا عم، عيل وعرف غلطه ماشي مفيش مشكله حبايبنا وناحي ده ابننا. لا فانت فعلا مرتبط بيهم. بص على اي جنسيه عربيه هتلاقيهم بقى عندهم جزء المغرب ده كده ايه في قلبهم. فانت مبسوط الحقيقه باللي بيحصل، مبسوط وشايفه رول موديل بقى بالنسبه لك، زي ما هو شايفك رول موديل
في بطوله افريقيا. وده اللي اتكلم عليه المدرب، ده اللي اتكلم عليه. في ناس خدت التصريحات بنيه وفكره ان انت ممكن ما تلعبش في البطوله وتكسب، ده شيء جيد. يعني ده شيء من العظيم ان يبقى عندك منتخب عنده خبرات، حتى لو ما لعبتش في بطوله بشكل مطلوب تعرف تكسب. انت قدمت كوره وقدمت حلاوه في بطوله، وقدمت استقرار في بطوله، وقدمت بدايه الحلاوه معاك في 2006 والجيل اللي ابتدى، فانت قدمت كل حاجه. فلا هو بيستشهد بيك في افريقيا، انت لازم تستشهد باللي عمله في المنظومه الكرويه اللي احنا قريبين منها. احنا عندنا لعيبه وعندنا امكانيات وعندنا يعني امكانيات تقدر توصلك ان انت تبقى زي المغرب. هم مش بعيد عننا للدرجه دي كامكانيات، حتى انا بشوف ان امكانياتهم طبعا لعيبه في مستوى عالي، بس انت كمان بقى عندك محترفين. هم فارق معاهم قوي مروان فكره الاحتراف. يعني انا النهارده جاي بعدد الانديه اللي بيلعب فيها منتخب المغرب: ياسين بونو الهلال، الشيبي بيراميدز، اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نايف اكرد انجلترا وست هام، سايس طبعا لفه بره كبيره، وبعد كده في السعوديه الشباب، بس رمز من الدوري الانجليزي. مانشستر يخش خط الوسط وناحيه مارسيليا مش عارف مين، بس مش ده السر. بس يعني هي المنظومه يا ابراهيم. ايوه طبعا المنظومه الكامله. الولاد دول خرجوا من امتى وسافروا ازاي، وازاي نشئوا في مجتمع فعلا بيخليهم ينمو في كل حاجه بدنيا وتكتيكيا ويلعبوا في جميع الاجواء. فهي بروسس كامله خلت المغرب تتفوق كمان في البطولات المحليه. بنشوف دلوقتي فرق كبيره جدا بتنافسها زي الوداد وغيرهم من الفرق، وبتشوف المنتخب الناحيه الثانيه حتى لو مش بياخدوا البطوله بس بقى لهم 4-5. المغرب تعالوا نشوف عز الدين أناحي وبلال خنوس قالوا ايه بعد فوزهم على تنزانيا. سيطرنا على المباراة بشكل جيد وحصلنا على 3 نقاط، خرجنا بكلين شيت وأحرزنا 3 أهداف. حتى لو كان الأداء هبط في الدقائق الأخيرة كان علي أن أسجل، ولكن الحمد لله. والآن علينا التركيز على المباراة المقبلة ومباراة تلو الأخرى، سنتطور أكثر في هذه البطولة. أهم حاجة اليوم هي لي 3 بوان، ماشي راجل المباراة. عارفين بلي المباراة كانت غادي تكون صعيبة، دونك ما تنشوفش بالي خديت راجل المقابله، كنشوف لي 3 بوان اللي خدينا. بتفسر بايه زياده عدد الاهداف يا كابتن سامي؟ ان الجيم مفتوح. الجيم مفتوح. الماتشات مفتوحه بنسبه كبيره جدا. في بعض الاوقات في فرق بتبقى فارقه عن فرق. يعني انا لما اتكلم على المغرب النهارده وهي بتلعب مثلا النهارده كسبانه 3 تنزانيا، الفرق كبير ما بين المغرب وتنزانيا، وجابوا هدف. لما جابوا الهدف فرقت شويه مع المغرب. ما هو انا لما جابوا الهدف الاولاني، هو على فكره قبل الهدف اللي هو التسديده وتصدت وحتى اساسي في سايس ما كانش الجيم ماشي كويس قوي بالنسبه للمغرب. فلما جاب الهدف المعنويات عليت. خلاص الثقه جت، لانه كان قلقان زي الماتشات اللي قبلها، الجزائر مصر تونس ما كانش فيه فوز، فكان عنده مشكله في الحته دي. ونيجيريا نفس الموضوع، الفرق الكبيره ما كانتش عارفه تكسب. لكن بعدها لما اتطرد لاعب تنزانيا، خلاص بقى في فروق كبيره، قدروا يستحوذ على الجيم. 3-0 كانت نتيجه قليله في ظل قليله في ظل طبعا الاداء كتير جدا جدا، وتالق حارس المرمى وكرات بتضيع غريبه جدا. فطبعا 3-0 كانت نتيجه. السنغال مع جامبيا برضو لما اتطرد لعيب من جامبيا الجيم قلب، كانت 1-0 واتطرد. السلام عليكم اخواني، عدنا اليكم من جديد. شفتوا الاعلام المصري كيف حلل مباراه المغرب وتنزانيا، وشفتوا كذلك اشنو قالوا على لاعبين المنتخب المغربي، وشفتوا التصريحات اللي قاموا بها لاعبين المغاربه واشنو قالوا على النتيجه. وكذلك شفتوا مباراه المغرب اللي كنا كنتمناو يمتعونا بكره بكاس افريقيا. هذا ما شفناه، ولله الحمد. نتمناو المباراه المقبله ان شاء الله تكون افضل واحسن، ونتمنى ان شاء الله للمنتخبات الافريقيه الفوز والنتائج الرائعه. وشكرا على المشاهده، وتحياتي لكم، وشكرا لمتابعين قناه اخبار وتحليل المباريات. ما تخرجوش علينا بالاشتراكات ديالكم باش توصلوا بكل من هو جديد. يلا شكرا على المشاهده، وتحياتي لكم، ونتلقى في فيديو جديد ان شاء الله. وتحياتي للمنتخبات العربيه ومنهم المنتخب المغربي. تحيه للركراكي ولاعب المنتخب المغربي على المباراه اللي كانت رائعه جدا.